السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الابتدائي. الحلقة النهاردة هكمل معاكم منهج الجديد اللي هو بتاع سنة تانية الترم الأولاني. وكان ده بيتكلم عن الرسوم البيانية اللي هو اسمه علم الإحصاء. خلاص، فهنكمل معاكم هنا التمارين إن شاء الله اللي موجودة معانا في سلاح التلميذ. فاللي عنده سلاح التلميذ يا ريت يفتح الكتاب معايا ويبص، لو مش حالل يحل، لو في اي سؤال واقف قدامه يتابع معايا، لو في اي حاجه مش عارفه احنا ما قلناهاش يا ريت يكتب في الكومنتات والتعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله هوضحها لكم باذن الله. وما تنسونوش بس قبل ما نبدا في الفيديو، يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، ولو ما كنتش مشترك في القناه يلا بسرعه اشترك وفعل الجرس علشان ايه يوصلك كل جديد ان شاء الله باذن الله. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة أو حصة النهاردة. احنا بدأنا مع بعض الحصتين اللي فاتوا، شرحنا اللي هو التمثيل البياني بالأعمدة، وعرفنا ان الرسمة البياني اللي قدامي دي بتبقى عبارة عن ايه، محور أفقي ومحور رأسي. والأعمدة اللي هي بتبقى ايه، عبارة عن الخطوط اللي هي الايه الرأسية. خلاص كده. طيب التمثيل بالأعمدة حاجة، وهنمثل النهارده نوع اخر اللي هو التمثيل بالايه بالصفوف. طيب ايه الفرق بين الاعمده وبين الايه الصفوف؟ طيب الرسمه البياني بالاعمده وبالصفوف هي نفس الايه نفس الحاجه اللي هي بتعبر بيها عن اللي هي الرسم البياني بالاعمده والرسم البياني بالايه بالصفوف، نفس الحاجه بالظبط اللي بيعبر عنها ده هو ده. خلاص كده، بس الفرق في ايه، في طريقه الرسم. خلاص، يعني ايه الرسم اللي هو البياني باستخدام الاعمده ده بتبقى عباره عن اعمده ايه او خطوط راسيه واقفه كده. طيب بالصفوف هتلاقي عباره عن تمثيل افقي، خلاص كده، موازي المحور الافقي. ماشي. فالكلام ده هيوضح اكتر لما نبدا نقرا التمارين ده مع بعض ونحله ان شاء الله. فيلا نبدا كده. بيقول لي ايه النشاط ده؟ بيقول لي الشكل التالي يوضح عدد ساعات تمارين السباحة التي يمارسها هيثم خلال أيام الأسبوع. تأمل التمثيل البياني التالي ثم أجب عن الأسئلة. طيب تعالى يلا نبص كده للرسمه، نشوف الرسمه دي عباره عن ايه. هتلاقي هنا المحور اللي واقف ده اللي هو الرأسي ده كاتب عليه مثل ايام الاسبوع، وهنا المحور الافقي كاتب عليه ايه عدد الساعات اللي هو الارقام. طيب التمثيل البياني بالصفوف يا جماعه، الرأسي بيبقى عليه الايه الايام، الافقي بيبقى عليه ايه الارقام او عدد الايه الساعات او عدد التلاميذ او ايه ايا كان ايه نوع المثال اللي معاه. خلاص، فيلا نبدا كده. هنا يوم الايه الاحد. طيب هيمثل يا جماعه، لما يجي يمثل هيمثل في الاتجاه ده، هيلون كده في الاتجاه ايه افقي، زي ما احنا شايفين الخطوط الملونه دي اتجاه ايه افقي، ما جاش مثلا ولون كده عمودي. خلاص كده تمام. فاول حاجه يوم الاحد ده ما لونش حاجه خالص، معنى كده ان هيثم ايه ما اتدربش ايه في يوم الاحد خالص ولا ساعه. طيب يوم الاثنين هتلاقيه ملون ايه مربع واحد بس، معنى كده ان هو اتدرب كام ساعه؟ واحده بس. خلاص كده. طيب الثلاثاء هتلاقي خط او الصف بتاع الثلاثاء ماشي 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 لحد رقم ايه 6، يبقى هو اتدرب كام ساعه؟ 6 ساعات. طب يوم الاربع 2، طب يوم الخميس 3، طب يوم الجمعه ساعتين، طب يوم السبت 5 ساعات. طيب من خلال الرسمه دي بقى يا جماعه، الرسم البياني اللي قدامي ده هو بالصفوف، عايز ايه يكمل الاسئله اللي تحت ده، يركز معايا يلا. اول حاجه بيقول لي اكمل ما ياتي. اليوم الذي يمارس فيه هيثم اكبر عدد من ساعات السباحه هو. كتير من حبايبي بتوع سنه تانية ابتدائي بيتلخبطوا، يا ترى هو عايز اليوم ولا عايز العدد؟ اول كلمه نطقها في السؤال ايه يا جماعه؟ اليوم، يبقى هو عايز اليوم. طب لو ما كانش عاوز يوم كان كتب ايه عدد، كان بدأ بكلمه ايه يا جماعه عدد. فطبعا هو بدأ هنا باليوم، يبقى هو عايز الايه اليوم. فاليوم الذي يمارس فيه هيثم اكبر عدد من ساعات السباحه. هروح على الرسمه بسرعه واشوف اطول صف. فين اطول صف يا ترى؟ ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ طبعا ايه الاحمر ده والبامبا ده. صح كده. لحد كام؟ 6. اتدرب 6 ساعات. يا ده بطل هيثم ده على فكره. ماشي. طيب طب اطول صف ده يوم ايه؟ الثلاثاء. يبقى انا هكتب في النقط هنا الايه الثلاثاء. هكتب معاك يلا افتكر بس ده كده شويه. الثلاثاء.
واضح كده؟ تمام. نيجي للسؤال اللي بعد كده، بيقول لي ايه؟ اليوم الذي يمارس فيه هيثم اقل عدد من ساعات السباحه هو. اقل يوم ايه؟ ها، لو جينا بصينا كده على الرسم يا جماعه، في ناس بتتلخبط. يوم الاحد ده هم هيقول لك ايه ده؟ صفر، مفيش، يبقى يوم الاحد. طيب لو هو دلوقتي عايز يوم الاحد، هيجي في سؤال بعد كده ويقول لك اليوم الذي لم يمارس فيه هيثم الايه؟ السباحه، صح كده؟ هيقول كده. هو سؤال موجود عندي اهو. فاللي هو اقل عدد من ساعات السباحه اللي هو مارسها يبقى اقل رقم. خلاص كده؟ ها، بلاش ايه؟ يوم الاحد، لان يوم الاحد ده ما اتدربش فيه خالص اصلا، ماشي؟ فهو بيسالني عن اليوم اللي هو اتدرب فيه، بس ايه؟ اقل عدد ايه؟ ساعات. فهيلاقي يوم مين؟ اقصر صف، اللي هو مين؟ بتاع ايه؟ يوم الاثنين. يبقى اكتب في النقط هنا ايه؟ الاثنين. تمام. تمام. طيب ننزل على السؤال اللي بعد كده، بيقول لي ايه؟ عدد الساعات التي يتدرب فيها هيثم يوم الخميس يساوي. هنا بقى بيقول لي عدد، معنى كده ان هو عايز الايه؟ العدد، عايز الرقم، صح كده؟ طيب هاجي على يوم الخميس. يوم الخميس اهو كام؟ همشي لاخر الصف وعود نفسك تمشي اخر الصف، ما تعدش مربعات عشان ما تتوهش، عشان في درس بعد كده مش هينفع نعد فيه. لو عديت فيه وقلت لي عدد المربعات كذا يبقى عدد الساعات او عدد التلاميذ، يبقى غلط. فانا دلوقتي هشوف اخر الصف لحد كام؟ 3، صح كده؟ يبقى يوم الخميس اتدرب كام ساعة؟ اكتب 3. خلاص. انزل على السؤال اللي بعده، بيقول لي اليوم الذي لم يمارس فيه هيثم السباحة هو. ايه اليوم اللي هيثم ما مارسش فيه او ما اتدربش فيه للسباحة؟ لو جينا بصينا كده على ايام الاسبوع اهي، هتلاقي مين الصف اللي فاضي خالص، ابيض مش ملون خالص، اللي هو يوم الاحد. يبقى اكتب هنا ايه؟ الاحد. واضح كده؟ تمام. يلا نكمل السؤال اللي ايه؟ اللي تحت بيقول لي ايه؟ اكتب عدد الساعات ثم قارن باستخدام الرمز المناسب، اكبر او اصغر او يساوي. خلاص كده؟ طب يلا بينا نشوف كده. اول سؤال بيقول لي عدد ساعات التمرين يوم الثلاثاء. طيب وهنا عدد ساعات التمرين يوم الخميس. عدد ساعات التمرين يوم الثلاث، هطلع على الرسمه بسرعه، هلاقي قدامها كام؟ 6. يبقى اكتب هنا في النقط دي ايه؟ 6. خلاص. طيب عدد ساعات التمرين يوم الخميس، فين يوم الخميس؟ اهي لحد كام؟ 3. اروح كاتبه هنا 3. مين الاكبر يا سنه تانية؟ 6 ولا 3؟ برافو عليكم شاطرين، يبقى ال6 هي الايه؟ الاكبر. خلاص. انزل على السؤال اللي بعد كده، بيقول لي عدد ساعات التمرين يوم الاثنين كام؟ لو بصيت على الرسمه تلاقي ايه؟ 1. هقربها لك عشان تشوفها اهي. يوم الاثنين ايه؟ 1. خلاص كده؟ طيب اجي بعد كده هروح حاطه ايه هنا؟ 1 اهو. طب يوم السبت يا جماعه، لو بصيت على الرسمه هي باينه اهي، اخر حاجه اهي، بصوا كام؟ عند 5. يبقى اروح كاتبه ايه؟ 5. مين الاكبر، الواحد ولا ال5 يا سنه تانية؟ طبعا ال5. برافو عليكم. طيب عدد ساعات التمرين يوم الجمعة، لو انت بصيت كده بسرعة على يوم الجمعة، هتلاقي يوم الجمعة ظهر معايا اهو لحد كام؟ 2. يبقى اكتب هنا ايه؟ 2. طيب عدد ساعات التمرين يوم الاربعاء، فين يوم الاربعاء؟ تعالى كده اما ابينها لك اهو. يوم الاربعاء اهو، اللي هو الصف اللي لونه برتقاني، لونه برتقاني ده ولا ايه ده؟ الاربعاء اهو، ماشي؟ هتلاقيه لحد كام؟ 2. يبقى اكتب هنا ايه؟ 2. طيب مين الاكبر يا جماعه؟ يا ترى الاتنين ولا الاتنين؟ ايه ده الاتنين زي بعض، يعني اليومين يوم الجمعه ويوم الاربع زي بعض بالظبط. يبقى احط علامه ايه؟ تساوي. واضح الكلام دوت؟ مثال مفيش اسهل ايه منه. خلاص. طيب هنكمل مع بعض الامثله اللي بعديها بقى يا جماعه، نفس الفكره بالظبط. خلاص. فهنكمل مع بعض درس جديد، وهو العد بمقدار 2. طيب العد بمقدار 2 ده يعني ايه يا مس؟ يعني انا مثلا هبدأ برقم 0. طيب بمقدار 2 يعني ايه؟ يعني انا كل مرة هزود 2، يعني هفوت عدد واخد العدد اللي بعديه. بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني لو انا قلت 0 هفوت الواحد واخد مين؟ الاتنين. يبقى العدد اللي هو بعد الصفر بمقدار ازود 2 هيبقى الاتنين 0 2. الاتنين ازود عليها 2 تبقى 4. الأربعة زود عليها 2 تبقى 6. الستة زود عليها 2 تبقى 8. 8 زود عليها 2 تبقى 10. ال10 ازود عليها 2 تبقى 12. خلاص.
طيب وهكذا بقى، يبقى الاول ببدأ بصفر 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 وهكذا لحد ايه. طبعا الاعداد ملهاش نهاية، المهم ان انا دلوقتي افهم القاعدة بتاعتي اللي هو كل مرة بيزود ايه 2 عشان هنستخدمها في الرسم البياني دي دلوقتي. خلاص كده. طيب علشان ما انساهاش دايما اعود لساني عليها في البيت، اقول ايه 2 4 6 8 10 12 كل مره بزود ايه 2. طب افرض نسيت رقم من الارقام، ما تقفش وتعطل، امال هعمل ايه يا مس؟ انت مثلا قلت 2 4 6 اللي بعد الستة ومش فاكر وناسي، هتروح قايل 6. 6 زود عليها 2 يبقوا كام؟ 6 في مخي و2 على ايدي، بعد الستة 7 8. يبقى العدد اللي بعد الستة بيساوي ايه تبع القاعدة بتاعتي 8. طب التمانية بعديها ايه 10. طب العشرة بعديها ايه 12 وهكذا. مفهوم الكلام دوت؟ تمام. طيب تعالوا بقى نشوف التمارين اللي بيجي عليها بنحله ايه ازاي. طيب هنشوف الكتاب كده مع بعض معايا. طبعا الاحصاء بالذات مش هينفع ان انا اشرح على السبوره، هي عايزه ايه من الكتاب. هنظبط كده مع بعض علشان ايه الدنيا ايه تبقى واضحه. خلاص. طيب التمارين هنا بقى بيقول لي ايه يا جماعه؟ بيقول لي التمثيل البياني التالي يوضح بيانات حول الآلة الموسيقية المفضلة لبعض الأفراد. لاحظ التمثيل البياني ثم أجب. طيب هتلاقي هنا التمثيل ده بالإيه؟ بالأعمدة، ده اللي احنا خدناه اول حاجه صح. فانت هتلاقي المحور الافقي حاطط عليه الايه الالات الموسيقيه، المحور الراسي حاطط عليه ايه عدد الافراد اللي هم بيفضلوا كل نوع ايه آلة. فلو جيت بصيت هنا لو قلت لك البيانو كم فرد بيحب البيانو، ما تقوليش 1 2 3 4، لا ما تعملش كده. اطلع على اخر العمود شوفوا عند رقم كام على المحور الراسي، هتلاقيه عند رقم 16. يبقى اذا ده 16 واحد بيحب الايه البيانو. طب الكمانجه اطلع بالعمود لحد ايه 10 وهكذا. هنطلع على اخر العمود ونشوف الرقم عند ايه المحور الراسي ويكون هو ده ايه العدد. طيب فانا هبدا احل اول سؤال معاك اهو. يلا. ما عدد الافراد الذين يفضلون الاله الموسيقيه اللي قدامي دي اللي هي الطبله؟ يعني بصوا هتلاحظوا ان انا في الات موسيقيه انا مش عارفه اسمائها بصراحه، فديت ايه اللي هي طبله. خلاص. فانا دلوقتي عدد الافراد اللي بيفضلوا الاله الموسيقيه اللي قدامي ده اهي. الاله دي هشوف العمود بتاعها اهو واطلع فوق لحد اخر العمود وامشي كده مسافه افقيه هتلاقي عند كام 12. اوعى ايدك تسرح على فوق او تسرح على تحت هتجيب الرقم غلط. فانت حاول على قد ما تقدر تمشي ايه مسافه افقيه، لا تطلع فوق ولا تنزل تحت. هتلاقي عند رقم كام 12. فانا دلوقتي هتلاقي الاله دي بيفضلها كام واحد 12 واحد، فانا اروح كاتبه ايه 12. تمام. طيب ننزل على السؤال اللي بعد كده. بيقول لي ما الفرق بين عدد الافراد الذين يفضلون البيانو والذين يفضلون الايه الكمانجه؟ دي كمانجه خلاص كده. طيب في حاجه انا عارفاها اهو. تمام. طب الفرق يعني ايه سنه تانية؟ يعني ناقص يعني طرح. ماشي، يعني انا هطرح رقمين من بعض، كلمه الفرق يعني طرح. خلاص. طيب هطرح مين من مين؟ اللي هو عدد الافراد اللي بيفضلوا البيانو عن مين اللي هم بيفضلوا الكمانجه. فالبيانو كام؟ اطلع بالعمود لحد فوق هتلاقي عند رقم كام 16. ففي الاول هكتب 16. بعد كده ايه ناقص لانه فرق زي ما اتفقنا. الكمانجه كام؟ اطلع كده بالعمود لحد كام 10 اهو، واقول ايه يساوي. اطرح بقى يلا 16 ناقص 10. ركزوا بقى معايا كده. هطرح الاول ناقص الاول والتاني ناقص التاني. 6 ناقص 0 هي الستة. طب 1 ناقص 1 طبعا 0 على الشمال ملوش اي لازمه، طار ما بحطوش خالص. خلاص كده. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده. بيقول لي ما عدد الافراد الذين يفضلون هي الاله اللي قدامي دي اللي هي اسمها سكسفون حاجه زي كده مش متذكرها قوي بصراحه يعني، والاله اللي هي بعدها دي برضو مش عارفه اسمها برضو بصراحه يعني. المهم كلمة وا دي أو حرف الوا ده لو بشوفها في المسألة دي معناها جمع، يعني إيه زائد صح كده. يعني لما أجي أخش الفصل وأقول لك يا سنة تانية مين اللي بيحبوا الآيس كريم وبيحب عصير مثلا المانجا، مين ومين؟ كم عدد اللي هم الأطفال اللي بيحبوا الآيس كريم وعصير المانجا مثلا. تمام. هنقف مثلا يقول لي آيس كريم مثلا 3 4 مثلا.
طيب عصير المانجا بيحبه كام واحد؟ 5، يبقى كله مع بعضه كام؟ هجمع الرقم ده مع الرقم ده. خلاص كده، هي دي نفس الفكره. فاللي بيحب الاله الموسيقيه دي ودي، انا هشوف الاله الاولانيه دي اللي هي السكسفون دي تقريبا، وهشوف عددها كام. اطلع فوق كده بالعمود هتلاقي لحد 8، اكتب 8. قلنا وادي يعني ايه؟ زاد. طب الآلة اللي بعديها دي ايه؟ هطلع بالعمود لحد فوق اللي هو الاقيها عند رقم ايه؟ 6. اجمع يلا 8 و6 سنة تانية، شاطرين. حط ال8 في مخ واطلع 6 على ايدي. بعد ال8 ها بصوا كده، 9 10 11 12 13 14، يبقى مجموعهم كام؟ 14. تمام كده. طيب يلا بينا ننزل على السؤال اللي بعد كده. بيقول لي حوط الآلة الموسيقية التي يفضلها أكثر عدد من الأفراد. أكتر عدد من الأفراد، هتروح على الرسمة جري بسرعة وتشوف أطول عمود بتاع مين، ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا الأخراني الصغنن ده؟ لا، ده أطول عمود بتاع مين؟ البيانو. يبقى أنا هحط شرطة حوالين أو دايرة حوالين مين؟ البيانو، زي ما احنا شايفين كده. طيب بيقول لي حوط الآلة الموسيقية التي يقل عدد من يفضلها عن 6. طيب يبقى انا دلوقتي هبص على الرسم واشوف العمود اللي اقل من 6. هو فين 6؟ اللي هو ده اهو، صح؟ مين بقى العمود اللي اقل من 6؟ مين؟ طلعت الآلة دي اللي هي الطبلة دي برضو تقريبا، ولا ايه؟ ما علينا. طيب يبقى انا هحط دايرة حوالين مين؟ الطبلة. خلاص كده. وبكده يكون عرفنا اللي هو التمثيل البياني، بس اللي هو ايه، الاعداد بيحطها بطريقه مختلفه شويه، زي ما قلنا اللي هو العد بمقدار ايه؟ 2. يعني كل مره زود 2، 0 2 4 6 8 10. وزي ما عرفنا بنقرا الرسمه ازاي. ركزوا معايا، ما تعدوش المربعات يا جماعه، لا. ها شوفوا اخر العمود لحد كام بس، وحط الرقم، مش عايزه منك اكتر من كده. مفهوم الكلام دوت؟ تمام. طيب ركز معايا في الدرس اللي هو بعد كده، نقوله يلا كده بسرعه مع بعض. بيقول لي ايه؟ العد بالقفز بمقدار 10. ايه ده يا مس؟ وفيه بالقفز بمقدار 10؟ ده سهله جدا، انتوا هتحبوها خالص. اول عدد معايا هقول مين؟ طبعا الرسمه البياني بتاعتي بيبدا العد من الصفر. خلاص كده. طيب صفر، بعد كده 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 وهكذا. هتلاحظ كل مرة بيزود كام؟ 10. يبقى تاني 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ها نغنيها كده مع بعض: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. واضح الكلام؟ تمام. طيب الرسومات بقى او الرسوم البيانيه بتاعت اللي هو العد بمقدار 10 دوت بتيجي ازاي؟ عادي خالص، مفيهاش اي مشكله. بصوا كده معايا في المثال دوت. لو انا جيت هنا بصيت في المثال ده بيقول لي ايه؟ التمثيل البياني التالي يوضح بيانات تلاميذ الفصل حول وسيله المواصلات الى المدرسه. لاحظ التمثيل البياني ثم اجب. تعال نبص بقى كده يلا على الرسمه اللي قدامي ده. هتلاقي ان المحور الافقي كاتب عليه ايه؟ وسيله المواصلات. المحور الرأسي كاتب عليه عدد التلاميذ. هتلاقي المحور الرأسي الارقام حاططها بمقدار ايه؟ زياده 10، 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ايه؟ 90 لحد ايه؟ 90. طيب المحور الافقي هتلاقي عليه ايه؟ المشي، اللي هم الاطفال اللي هم مثلا بيوتهم قريبه او اللي هم بيروحوا مشي المدرسه. طب بعد كده ايه؟ الدراجه. طب بعد كده مين؟ اللي بيروحوا بالسياره. طب بعد كده مين؟ اللي هو الايه؟ بالاتوبيس. واضح الكلام؟ طيب لو انا جيت بصيت كده على المشي، هتطلع العمود لحد تشوف اخره لحد كام؟ 60. يبقى بسرعه كده اكتب فوقها ايه؟ 60، علشان ايه؟ ما اقعدش ابص تاني واشوفها لحد اخر كام. لا، بص كده، بص كده مره واحده وخلصهم مره واحده. تشوف المشي العمود بتاعه لحد كام؟ 60. روح كاتبه 60. طب الدراجه، اطلع كده بالعمود اهو فوق 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 لحد كام؟ واكتب فوقها 30. طب السياره 50. طب الاتوبيس يطلع فوق هتلاقيه كام؟ 80. كده انا كتبتهم فوق الاعمده علشان خاطر ايه؟ لما اجي اقرا الاسئله ما اقعدش تاني ابص العمود ده اشوفه لحد كام واقعد اتوه والكلام ده كله. الرقم قدامك اهو، هيسالك عدد اللي هم بيفضلوا ان هم يروحوا مشي، تبص على الرقم 60. الدراجه هتبص 30. السياره هتلاقيها 50. الاتوبيس هتلاقيه ايه؟ 80. يلا بينا نجاوب على اول سؤال. بيقول لي ايه؟ ما عدد التلاميذ الذين يذهبون الى المدرسه بالسياره؟ هاجي ابص على السياره اهي قدامي اهي كام؟ 50. هروح كاتبه ايه؟ سنه رابعه، سنه تانية، معلش عشان لسه شارحه لسنه رابعه.
50. خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما عدد التلاميذ الذين يذهبون الى المدرسه بالاتوبيس؟ تعالى يلا بسرعه على الرسم البياني. الاتوبيس اهو. ها يا ترى، الله الاتوبيس ده جميل يا ولاد. اطلع فوق كده شوف العمود لحد كام. 80. او انا حاطه العده بقى الرقم بقى من ايه في الاول خالص وكاتباه 80. طيب السؤال اللي بعد كده، ما عدد التلاميذ الذين يذهبون الى المدرسه مشيا؟ يعني اللي بيروحوا مشي كام واحد؟ تعالى يلا على الولد اللي بيمشي النشيط ده، هتلاقي العمود بتاعه كام؟ 60 تلميذ. طيب نيجي بعد كده للمساله اللي عليها الدور، او السؤال اللي عليه الدور بيقول لي ايه؟ ما عدد التلاميذ الذين يذهبون الى المدرسه بالدراجه؟ كم واحد بيروح بالدراجه؟ ركزوا معايا كده. شوف الدراجه لحد كام؟ 30. اروح كاتبه 30. طيب بعد كده السؤال اللي بيقول لي ايه؟ كم تلميذا يذهب الى المدرسه بالدراجه والسياره؟ كم تلميذ يذهب الى المدرسه بالدراجه والسياره؟ الله، ايه حرف الواو ده؟ احنا قلنا الواو دي يعني ايه؟ يعني هجمع عدد التلاميذ اللي بيروحوا بالدراجه ومعاهم مين؟ عدد التلاميذ اللي بيروحوا بالايه؟ بالسياره. الدراجه كام؟ 30، يبقى اكتب 30 اهو. زائد ولا ناقص؟ قلنا زائد. السياره كام؟ 50، يبقى اقول يساوي ايه؟ هجمع اول مع الاول، صفر وصفر وصفر، 3 و5 كام؟ 8، يبقى 80 ايه؟ تلميذ. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده، مهم جدا ركزوا. بيقول لي كم يزيد عدد التلاميذ؟ بصوا بقى، اول ما اشوف كلمه كم يزيد دي معناها طرح. خلاص، يبقى انا كده خدت كلمتين بيعبروا عن الطرح، اللي هو ايه؟ اول كلمه اللي هي الفرق. طب الكلمه الثانيه اللي هي ايه؟ كم يزيد عن. طيب عدد التلاميذ الذين يذهبون بالاتوبيس على عدد التلاميذ الذين يذهبون بالدراجه. طيب هو التلاميذ اللي هم بيروحوا بالاتوبيس كام واحد؟ 80. ناقص ولا زائد يا سنه تانية؟ احنا قلنا ناقص بقى. طيب اللي بيروحوا بالدراجه كام واحد؟ 30، يبقى اكتب ايه؟ 30. يلا شد خط كده ونعمل علامه يساوي واطرح. الاول مع الاول، صفر ناقص صفر هو الصفر. 8 ناقص 3 بكام؟ طبعا 5. احنا شاطرين وايه وخدنا ايه الطرح ومسائل الطرح وبنعرف نطرح. طيب النقطه اللي بعد كده، ما الفرق؟ اهو جابها صريحه اهو، فرق يعني ناقص. ماشي. بين عدد التلاميذ الذين يذهبون الى المدرسه مشيا والذين يذهبون بالسياره. اللي بيروحوا مشي كام واحد؟ 60 ناقص الفرق يعني ناقص. خلاص. طب اللي بيروحوا بقى مشي كام؟ لا احنا قلنا مشي الاول 60. طب السياره كام؟ 50، يبقى 60 ناقص 50. يلا اطرح. صفر ناقص صفر هو الصفر. 6 ناقص 5 1، يبقى الفرق طلع كام؟ 10. تمام كده، برافو عليكم. اخر سؤال بقى معايا في الرسمه اللي قدامي ده والتمثيل البياني ده اهو، اللي هو بالقياس 10. بيقول لي ما وسيله المواصلات الاقل استخداما؟ اقل وسيله مواصلات ايه؟ اطلع بسرعه على الرسم البياني بتاعك وشوف اقصر عمود. اقصر عمود ايه؟ اقل عمود اللي هو مين؟ الدراجه. ياه، الدراجه بيحبوش يروحوا بالدراجه، بيحبوش يتعبوا، صح؟ تمام. طيب عمود اهو بتاع الدراجه، صح؟ واقصر حاجه واقل حاجه، يبقى انا هكتب في النقط دي ايه؟ الدراجه. تمام كده. وبكده يا سنة تانية يكون خلصنا حلقة النهاردة والتدريبات اللي هي موجودة على الكام درس دول. فمعلش هو الفيديو طويل المرة دي، بس انا حبيت ان انا اقولهم مرة واحدة، لان هي اصلا رسومات بسيطة. يعني بتبص على الرسمة كده وتشوف البيانات وبتكتب وخلاص، مجرد طرح وجمع وخلاص على كده. فحاجة بسيطة ان شاء الله، وهتعرفوا ايه تتابعوها ومش هتزهقوا ومش هتملوا ان شاء الله من الفيديو، وهتكملوا ان انتوا تستفادوا فيها افادة ليكم ان شاء الله باذن الله. ما تنساش بقى تعمل اللايك والشير والسبسكرايب، ولو ما كنتش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، وان القناه توصل لاكبر عدد من الناس وتكبر بيكم وبدعمكم باذن الله وتستفادوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.